أهم درس اليوم لازم تفهمه بحياتك: إذا المكان مو إلك لا تحارب. حارب إذا كان الربح مضمون، تربح قضية، قلب، شعور، شخص، بس لا تحارب مشان ولا إشي. لا تخسر حالك. بالنهاية وبصريح العبارة بدي أحكي لك إياها، اكتفينا من فكرة إنه اليوم بدي أعطي بدون مقابل، لأني مش مستني إشي من حدا. خلينا صادقين مع حالنا شوي. إحنا بنقول الكلمة الحلوة اليوم لأنه بدنا حدا يحكي لنا كلمة حلوة. نعطي شعور جميل من كل قلبنا لأنه بدنا حدا يبادلنا بنفس الشعور. بنتعب وبنيجي على حالنا كتير لأنه بدنا مقابل لهذا التعب. أعطي، وإذا ما لقيت مقابل أهرب ودور على الحدا والمكان اللي بتلاقي فيه راحة قلبك وبالك. لا تحارب مشان ولا إشي. أحسن ما تضل اليوم عبء على أشخاص كتير هم بالأساس ما بدهم إياك. عند راحة بالك وسلامك النفسي خسر الكل. رح تكتشف بعدها إنك ربحت، وربحك رح يكون ثمين. وصدقني أقل إشي ممكن تربحه اليوم هو نفسك وحالك. في اللحظة اللي بتحس حالك فيها إنه صوتك بطل مسموع اسكت. وبالوقت اللي بتحس فيها إنه وجودك بطل إله أي داعي قوم من المكان اللي انت فيه. وبالوقت اللي بتحس إنه عن جد انت الاهتمام فقدته اللي انت كنت تتمناه، اوعك تطلبه أو تسأل عنه. شغلات بسيطة في الحياة ممكن إحنا اليوم نلتهي عنها أو ما ندركها، بس صدقوني هاي الأشياء قديش رح تفرق بتنوعية حياتنا والناس اللي بتدخل حياتنا. اليوم لما فعليا بتحط حالك في مكان معين قادر تشوف حالك منه، المكان اللي انت بترتاح له مش المكان اللي انفرضوا عليك. من خلال هذا المكان رح تقدر تلاقي احترامك ومكانتك، تصون نفسك وتحفظ نفسك، وبنفس الوقت رح تعرف قيمة حالك وبعمرك ما رح تتهالك فيها. والأهم ما رح تفقد احترامك من عيون الناس، حتى لو الناس تعمدت إنه هي تقل من احترامك.